تخيل انك في شغلانه وكل يوم تلاقي زميلك اللي شغال معاك مشغول بالكسل والتذمر، مش فارق معاه حاجه. ده بقى الموظف النص كم اللي بيستهلك طاقتك وطاقه الفريق كله وبيدمر روح الشغل وبيدمر الشغل اصلا. بس ايه الحل معاه؟ قبل ما نقول الحل تعالوا بس نعرف سمات الموظف ده ايه. واحد، اعرف عدوك. الموظف النص كم ده شغله الاساسي الكسل واللامبالاه، وبيقضي يومه كله من غير ما بيضيف اي حاجه للمشروع او للشركه، وما بيساهمش في نجاح الفريق، ودايما بيمشي على مزاجه، ملوش طموح وملك التذمر. كل حاجه عنده غلط وكل حاجه مشكله، ودايما بيفتعل ويخلق المشاكل وكانه فاهم كل حاجه في الدنيا. طب ايه تاثير الموظف النص كم ده؟ النوع ده مش بس بيستهلك وقتك وطاقتك وطاقه الفريق كله، لكن كمان بيأثر على روح الشغل ويخلي الجو العام سلبي وسيء. بس هل ده هيوقفك؟ اكيد لا طبعا. انا هقول لك دلوقتي هنتعامل معاه ازاي عشان ما نفضلش نشتكي. لما تلاقي النوع ده معاك في الشغل ابعد عنه، خليك مركز في شغلك، استفيد من اخطائه وتعلم ازاي تكون الموظف اللي الكل يتمنى يشتغل معاه. النجاح محتاج طاقه ايجابيه وتركيز، مش طاقه سلبيه اللي عند الموظف ده. مش كلام سلبي وخلاص. الخلاصه، خليك دايما ايجابي وركز على اهدافك، ما تخليش حد يعيقك في فريقك او يعيقك في شغلك. ولو قابلك في شغلك الموظف النص كم ده، ما تنساش تشاركنا كان بيعمل معاك ايه في الكومنتات. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير وتدعمنا على القناه والصلاه على النبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.